على دخلة العيد كل سنة وانتم طيبين. احنا كستات بنحب نشتري شوية منظمات وشوية كده حاجات وأفكار تسهل علينا الدنيا وتدينا إحساس بجو جديد للعيد. دي طبيعة فينا ما نقدرش نغيرها، ومن ضمن الأفكار كده إن احنا ازاي نفصل البيض عن الصفار بالجهاز الكيوت اللي شبه الضفدع دوت. طبعا الملاحة وشكلها القمر اللي انتوا شايفينه دوت، دي شوية أفكار زي ما انتم شايفين حلوة وجميلة. بس هل هي فعلا تستاهل ان هي تتجاب، ولا هي كماليات ملهاش لازمة؟ انا مش شايفة ان انا ممكن اجيب جهاز زي دوت مهما كان سعره لمجرد ان انا اقشر البيض. ما احنا بنخبطه في راسنا يا جماعة وبيتقشر. من ضمنها برضه طقم السكاكين ده حلو جدا، وده انا ما اقدرش انكر ولا اقول ان هو ملوش لازمة، بالعكس حلو جدا ومهم جدا، وكل سكينة منهم ليها استخدام معين. زي ما انتم شايفين القمع ده حلو جدا على شكل فطر، حلو قوي، هو من السيليكون، شكله حلو ومنظم، واستخداماته طبعا كتير في المطبخ ما بنستغناش عنها. شوية أفكار حلوة قوي، بس هرجع برضو وأقول أو شوية منظمات أو شوية أدوات